اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا انا بعتذر عن صوتي ان هو مش واضح قوي، لقيتني عندي برد والله، معلش. شايفين الزلابيه القمر دي؟ زي بتاعه المحلات بالظبط، مقرمشه من بره وطريه من جوه وطعمها تحفه. شايفين لونها وشكلها حلو جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه عن سر، يعني انا اول مره في حياتي اعمل الزلابيه اللي هو الفيديو ده، فانتي لو اول مرة تعمليها هتطلع معاكي بنفس الشكل ده برضو ان شاء الله. شايفين مقرمشة ازاي؟ ومن جوه طرية وشاربة العسل وطعمها خطير. شوف الفيديو وقومي اعمليها على طول، بس بالله عليكي قبل ما تقومي وقبل ما تكملي الفيديو اعملي لايك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، اي دقيق طبعا بنستخدمه بننخله يا جماعه. عليهم 3 معالق كبار من النشا، لكل كوبايه دقيق معلقه كبيره من النشا. تمام. انا النهارده حبيت اجرب في كميه صغيره، يعني هحط كمان معلقه كبيره من السكر. انا حطيت هنا معلقتين، وهحط كمان ذره من الملح، وهحط حوالي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهحط باكت من الخميره الفوريه. تمام. وطبعا انا مجهزه جنبي ميه دافيه، هقلب بس كل المكونات الجافه كده مع بعض. ولل3 كوبايات دقيق مجهزه جنبي كوبايه ونص من الميه. تمام كده. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فممكن انت تحتاجي اكتر او اقل، فطبعا انت ركزي في قوام العجينه معانا في الاخر وطلعيها بالشكل ده معاكي. هضيف هنا بقى جنب الميه على طول، هنا ميه دافيه، انا استخدمت كوبايه ونص. انا هشتغل كده بالمضرب على طول، طبعا ممكن بايديكي بس هتاخد معاكي وقت شويه، ممكن في العجان، ممكن من مضرب السلك العادي، بس هو الاسهل يا اما المضرب الكهربائي يا اما ايدك، افضل كمان من المضرب السلك. لازم تفضلي تعجني فيها كده وتخلطي المكونات كلها مع بعض لغايه اما تلاقي كل المكونات امتزجت كويس قوي وما فيهاش اي تكتلات. شايفين قوام العجينه معايا تقيل ازاي؟ القوام ده مظبوط جدا، اوعي تخليها اخف من كده ولا اتقل، كده قوامها تمام جدا. شايفين قوامها حلو قوي ما شاء الله. انا ضربت عبارة عن 3 دقايق، يعني انا مش مسرعة الفيديو ولا حاجة ولا قصرت منه حاجة. هو ده الوقت اللي انا عجلت فيه، طبعا عشان المضرب كهربائي، لكن لو بايدك هياخد وقت اطول شوية لغايه اما العجينه تبقى مالسه كلها معاكي بالشكل ده وما فيهاش اي تكتلات. كده تمام. هوقف بقى خلط العجينه خالص كده تمام. هجيب اسباتيولا بقى وانزل الجوانب واخلطها خلطتين كده بالاسباتيولا بس. شايفين قوام العجينه؟ ولازم توصل للمطه دي معاكم يا جماعه. شايفين المطه؟ كده العجينه بتاعتي مخدومه كويس جدا. شايفين ما شاء الله؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. هغطيها بقى واركنها على جنب لمدة نص ساعة تخمر معايا، طبعا على حسب الجو اللي موجود عندك، بس لازم تخمر. كده تمام. هنزل الجوانب كده بس، وهغطيها بقى واركنها على جنب. المية اللي احنا مستخدمينها مية دافية عشان العجينة تخمر معايا بسرعة وعشان تفعل الخميرة. انا هغطيها كده بالمفرش السيليكون ده، طبعا غطيها باي حاجة واركنيها على جنب. كده تمام. بعد ما خمرت معايا، هي قعدت معايا حوالي نص ساعة. شايفين القوام الضعف ازاي؟ هجيب معلقة بقى واخرج منها كل الهواء اللي فيها، ضروري ضروري تخرجي منها كل الهواء. شايفين؟ يلا بينا بقى. انا هنا عندي المعلقة الغويطة شوية دي هعمل بيها، ممكن معلقة الشاي العادية، وعندي بولة صغيرة كده فيها زيت، وبايدي على طول وهشتغل. لازم يكون الزيت حامي كويس جدا
لازم يكون مقدوح، لازم 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 عشان الشكل يطلع مظبوط معاكي. يكون الزيت معايا مغلي بمعنى الكلمة، بس على نار متوسطة عشان تستوي معاكي من جوه. بصي هنا اول ما بتنزل في الزيت بتروح مرفوعة على الزيت كده على طول وبتكور معايا كده الشكل المظبوط. لكن لو الزيت مش مقدوح معايا مش هتطلع الشكل ده. طبعا انا ما قلتلكيش كيس حلواني بقى ولا اي حاجة، هي بايدك اسهل حاجة. على فكرة يا جماعة انا معاه باللي بيتي يعني، عشان لو الناس اللي بتقرفوا الكلام ده. ما تكتريش الكمية في الطاسة بتاعتك عشان تاخد راحتها كده وتنفش براحتها. وطبعا الحجم اللي انت حباه تصغري تكبري براحتك، بس لازم يكون زيت غزير شوية. عشان كده انا عاملة في طاسة صغيرة النهاردة عشان اكتر الزيت شوية. شايفين شكلها كور وبقى حلو معايا قوي ازاي؟ لازم يا جماعة يكون الزيت غزير، تكون حاجة غويطة والزيت غزير فيها، ولازم يكون الزيت سخن كويس جدا، ولازم تكون النار متوسطة عشان تستوي معاكي من جوه، ما تاخدش لون بسرعة وتبقى معجنة. الطريقة دي يا جماعة طلعت معايا ناشفة من بره والله وطرية من جوه. لو انت عايزاها ناشفة قوي قوي بقى زي بتاعت بره كده، اللي هي تكسريها بالعافية دي، حمريها على مرتين، خليها تاخد لون ذهبي خفيف خالص، وشيليها تبرد ورجعي حطيها في زيت تاني لغاية ما تاخد لون غامق. لكن انا ما عملتش الخطوة دي بصراحة. انا هنا في البولة الليموني دي عندي شربات تقيل انا مجهزاه وساقع كويس جدا، هحطه فيه على طول. هطلع من هنا احط هنا، يعني بصوا انا هديها تقليبه كده في الشربات مش هكمل دقيقه، ورحت مطلعاهم في المصفى على طول يصفي معايا. ما تسيبوهاش في الشربات يا جماعه عشان ما تشربش زياده عن اللزوم وتطرى معاكم. ولازم يكون الشربات تقيل. شايفين ناشفه ازاي؟ يعني مش ضروري ان انتي تحمريها على مرتين عشان تبقى ناشفه معاكي. هكرر بقى نفس الخطوات بنفس الطريقه. شايفين عشان الزيت سخن معايا بتنزل وبتروح مرفوعه على الزيت على طول ومكوره معايا. هنا انا في غلطه عملتها بقى، ما حبيتش اقطع اللقطه دي عشان تشوفوها معايا. انا هنا نسيت اخرج الهواء من العجينه تاني. يعني لازم كل ما تعملي، يعني انا دلوقتي شكلت طاسه مثلا، وعقبال ما اطلعها بكون العجينه خبرت معايا تاني، فكل ما اجي اعمل منها لازم اخرج الهواء منها. عشان كده بصوا دي مش مكوره معايا زي اللي قبلها. لازم كل ما تيجي تعملي الزلابيه تطلعي الهواء من العجينه الاول عشان تبقى شكلها مظبوط معاكي. دي خطوه مهمه برضو. قلتلكوا كل التكات والحركات اهو. وممكن تستبدلي النشا بالكاستر عادي. لو ما عندكيش نشا تستخدمي كاستر عادي، بس خليكي في النشا افضل. بصوا هنا بقى انا جبت معلقه اهو وخرجت الهواء بقى منها عشان تطلع مظبوطه معايا. كل ما تيجي تعملي خرجي الهواء منها الاول. وكل ما تيجي تحطي زلابيه قطعه العجينه، يعني حطي المعلقه في الزيت الاول عشان ما تلزقش في المعلقه وعشان تطلع مكوره معاكي. بصوا هنا بقت تطلع مكوره ازاي؟ شايفين؟ غير المره الاولى عشان طلعت الهواء منها. فضروري دي خطوه ضروري اللي انتوا تعملوها. شوف الفيديو وقومي اعمليها على طول على طول. وطبعا خلي ايدك فيها على طول. اول ما تحطيها في الطاسه افضلي قلبي فيها عشان كلها تاخد لون واحد، ما تبقاش ناحيه غامقه او ناحيه فاتحه والكلام ده كله. انا هنا كنت خلصت كل الكميه. ايه رايكم بقى في المنظر؟ دي الكميه اللي انا عملتها يا جماعه. شكلها تحفه وطعمها تحفه، مقرمشه وشرب العسل بتاعها كده، بس سكرها حلو مش زياده على اللزوم، والطريقه من جوه والله طعمها حلو جدا. لازم تجربوها. بس بالله عليكم وحياة الشهر المفترج اللي احنا فيه ده، انا والله نفسيتي تعبانه قوي، فبالله عليكم كل اللي يسمع الفيديو ده يحط لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. بالله عليكم الموضوع مش هيفرق معاكم بس هيفرق معايا انا قوي. نفسي تكون القناه دي باب رزق ليا اساعد بيه جوزي، فيا رب ينول لنا كل اللي في بالنا انا وانتوا، اللهم امين. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.